السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فقرة اليوم من أخبار فريق الرجاء الرياضي. وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد أخبار فريق الرجاء الرياضي. نبداو أخبار فريق الرجاء الرياضي لهذا اليوم بأول خبر. الرجاء يمنح فاضل فرصته الأخيرة أمام الكوكب المراكشي. قررت إدارة فريق الرجاء الرياضي منح المدرب دافيد فاضل فرصته الأخيرة لقيادة الفريق خلال المباراة المرتقبة أمام الكوكب المراكشي المقررة يوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري بملعب الكبير بمراكش برسم الدورة 23 من البطولة الاحترافية. ويدخل الفريق الأخضر المواجهة تحت شعار لا شيء سوى الفوز بعدما تراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب عقب الخسارة أمام النهضة البركانية التي أفقدته الصدارة والتي أصبحت في حوزة الجيش الملكي برصيد 44 نقطة. وكشفت بعض المصادر أن الاجتماع الطارئ الذي عقدته مكونات النادي عقب الهزيمة أمام النهضة البركانية مساء الخميس انتهى ببقاء فاضل في منصبه ومنحه فرصة جديدة لتصحيح المسار على أن تكون مباراة الكوكب المراكشي اختبارا حاسما لمستقبله مع الفريق. ويواجه المدرب ضغوطات متزايدة وانتقادات حادة من جماهير الرجاء التي حملتها المسؤولية بتراجع نتائج الفريق في المباريات الكبرى هذا الموسم بعدما عجز عن تحقيق التفوق على منافسيه المباشرين باستثناء الفوز على المغرب الفاسي في حين تلقى هزائم من الوداد والجيش الملكي والنهضة البركانية. وترى فئة واسعة من أنصار النادي أن فاضل لم ينجح في تقديم الإضافة التقنية المنتظرة معتبرين أن حجم وطموحات الرجاء يتطلب مدربا أكثر خبرة وقدرة على إدارة المباريات الحاسمة وهو ما دفع العديد منهم إلى المطالبة بالرحيل في أقرب وقت. 20 سنة من العطاء والوفاء في ذكرى تأسيس الإيجلز. تحتفل مجموعة إلتراس الإيجلز الفصيل المساند لنادي الرجاء الرياضي بذكرى تأسيسها العشرين اليوم 6 يونيو حيث أسست المجموعة في هذا التاريخ من سنة 2006 بمدينة الدار البيضاء. وبمناسبة عيد ميلادها العشرين شهدت العاصمة الاقتصادية احتفالات جماهيرية واسعة من طرف أعضاء ومحبي المجموعة كما أطلقت المجموعة أغنية احتفالات خاصة بهذه الذكرى تحت عنوان ميلاد والتحرير. انتشرت بالوثائق مكافآت الأندية في المونديال. رسميا الفيفا يمنح كل نادي 5000 دولار عن كل لاعب لكل يوم في كأس العالم. وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطابا رسميا إلى الاتحادات الوطنية قبل 6 أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. كشف من خلالها عن تفاصيل جديدة الخاصة ببرنامج ميزان الأندية المخصص لتعويض الفرق التي تسرح لاعبيها للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية ومن بينهم الرجاء والجيش والنهضة البركانية. وحصلت بعض المواقع من مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على نسخة من الخطاب التي تضمن تفاصيل متعلقة بالمبادئ الجديدة لتوزيع عائدات البرنامج في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة الأندية من مشاركة لاعبيها في كأس العالم. وقررت الفيفا منح مكافأة مالية مباشرة للأندية التي سمحت للاعبيها بالالتحاق بمنتخباتهم خلال تصفيات ونهائيات المونديال على أن يتم احتساب التعويضات وفق عدد المباريات التي خاضها اللاعبون في التصفيات وعدد الأيام التي قضوها مع منتخباتهم خلال البطولة العالمية. وأوضح مجلس الفيفا في خطابه الاتحادات أن صندوق المزايا سيقسم إلى حصتين منفصلتين كما اتفق عليها في إطار مذكرة التفاهم المجددة بين الفيفا ورابطة أندية كرة القدم الأوروبية حيث ارتفعت قيمتها الحالية إلى 355 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 70% مقارنة بالنسخة كأس العالم قطر 2022. وخصص الفيفا مبلغ 100 مليون دولار للأندية التي شارك لاعبوها في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 حيث سيتم توزيع هذه المبالغ بحسب عدد اللاعبين وعدد المباريات التي خاضوها ومع إقامة 905 المباريات ضمن التصفيات يتوقع أن تحصل الأندية على نحو 2360 دولارا عن كل لاعب في كل مباراة. كما سيوزع مبلغ 250 مليون دولار إضافي على الأندية التي يشارك لاعبوها في نهائيات كأس العالم المقررة بين 11 يونيو و 19 يوليو 2026 على أن تحتسب التعويضات وفق عدد اللاعبين المدرجين في قوائم المنتخبات ومدة بقائهم في البطولة. وعلى الصعيد الوطني
يرتقى بأن تجني مجموعة من الأندية المغربية عائدات مالية من برنامج الفيفا الجديد بعد تسريح لاعبيها للمشاركة مع المنتخبات المغربي والأردني في كأس العالم 2026. ويتعلق الأمر بنهضة بركان عبر الحارس منير المحمدي والجيش الملكي من خلال الحارس رضا التكنوتي، إلى جانب الرجاء الرياضي الذي يمثله اللاعب محمد أبو زرق شرارة، وذلك وفق آلية التعويضات المتعمدة من الاتحاد الدولي للفيفا لكرة القدم. ومن المنتظر أن يبلغ الحد الأدنى للعائدات نحو 5000 دولار أمريكي عن كل لاعب في اليوم الواحد، مع تأكيد الأرقام النهائية عقب إسدال السيطرة على المنافسة. أما المبلغ المتبقي والمقدر ب5 ملايين دولار أمريكي فسيحتفظ به كاحتياط لتغطية التكاليف الإدارية المرتبطة بتنفيذ البرنامج، قبل التوجيه إلى مشاريع ومبادرات داعمة لكرة القدم للأندية حول العالم وفق اتفاق مشترك بين الفيفا ورابطة الأندية العالمية. مباراة الرجاء ونهضة بركان تستقطب نجوم الكرة المغربية. استقطبت مباراة الرجاء الرياض والنهضة البركانية ضمن منافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية اهتماما استثنائيا من نجوم الكرة المغربية المحترفين خارج الدوري على غير العادة. وشاهد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء عشية يوم الأربعاء الماضية حضورا لافتا لعدد من اللاعبين المغاربة الذين قرروا متابعة القمة من المدرجات في مشهد يعكس قيمة وأهمية المواجهة بين النسور والبرتقال. وعارف اللقاء حضور مجموعة من الأسماء البارزة يتقدمهم النجم طارق تيسودالي وأيمن مريد ومهدي الموهوب محترفان في الدوري الروسي، إلى جانب محمد الزريدة، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإماراتي سفيان البوفتين. وتواجد اللاعبون في مدرجات مركب دونور لمتابعة مباراة القمة عن قرب في لقطة نادرة جمعت نجوما من مختلف الدوريات الأوروبية والخليجية. رسميا انتخاب بولقشور رئيس العصبة الاحترافية لولاية جديدة. انتخب بولقشور رئيس العصبة الوطني لكرة القدم الاحترافية الولاية الثانية، وذلك خلال أشغال الجامع العامين العادي وغير العادي المنعقد بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. وانتخب عبد السلام بولقشور بالإجماع رئيس العصبة الولاية الجديدة تمتدت إلى 4 سنوات إضافية بعدما تقدمت اللائحة واحدة خلال الجامع العام الموسمي 2024-2025. وصادق الجامع العام على مجموعة من المقتضيات الجديدة، من أبرزها التنصيص على أن جميع القرارات والمصادر والقوانين الخاصة بالعصبة الاحترافية تصبح قانونية ونافذة مجرد المصادقة عليها من طرف المكتب المديري الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم. كما تمت المصادقة على قانون يقضي بفقدان أي عضو لمقعده داخل أجهزة العصبة في حال فقد الصفة التي التحق بها إلى المكتب، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحاكمة وربط المسؤولية بالتمثيلية القانونية.